من الفصول اللي عجبتني في كتاب Think and Grow Rich اللي هو فكر لتصبح أكثر ثراء لنابوليون هيل، فصل اسمه ماستر مايند جروب، وفي بيتكلموا على براكتس رائعة جدا، ألا وهي إن أنت تتواصل مع 4 أو 5 ممكن يكونوا أصدقاء، ممكن يكونوا دايرة معارفك، ممكن يكون أهدافهم مختلفة ومجالاتهم مختلفة، ولكن أنتوا تتفقوا مع بعض إن أنتوا تعملوا سمول جروب بحيث إن أنتوا تشاركوا بعض ميتنج أسبوعي تشاركوا فيه نجاحاتكم في تحقيق الأهداف اللي أنتوا عايزين تحققوها، سعيكم لتحقيق الأهداف، الإنجازات اللي عملتوها فيما يتعلق بالمهام المتعلقة بالأهداف، الإخفاقات أو التكاسل أو التقاعس اللي ممكن يكون بدر من أي منكم. ليه؟ علشان الآخرين يعتبروا شركاء مساءلة ليك، accountability partners، ودي مش حاجة تخض، لا هو هتلاقيه بيشجعك لو انت حققت نجاح اتحركت لقدام في سبيل تحقيق الهدف، هتلاقيه بيحفزك لو انت تقاعست او ترددت او شاكك ان انت اصلا توصل للهدف ده، لانك لما بتشارك اهدافك مع اخرين هم كمان بيشاركوك اهدافهم في بيئة آمنة فيها صراحة فيها وضوح، انت بتاخد من الاخرين اكتر من مجرد تشجيع، انت ممكن تاخد منهم افكار لان هم من مجالات مختلفه، هبيبصوا لاي حاجه انت ممكن تكون بتشتغل عليها بزوايا نظر مختلفه، ممكن يشاركوك معلومات، ممكن يشاركوك فرص، علاقات، حاجات كتير. فافتكروا كويس الاكتيفيتي دي ماستر مايند جروب، علشان دي ممكن تبقى من الاكتيفيتيز اللي احنا هنكونها في الورك شوب اللي جايه بتاعتي.